ابنك قام بالليل ولقيتيه جاي عمال يتنفض ويقول لك انا حاسس ضربات قلبي سريعه، وحطيتي ايدك على صدره لقيتيه فعلا ضربات قلبه سريعه ومش عارف ياخد نفسه، وقمتي كلفتيه في اي حاجه ونزلتي جريتي على الطوارئ. مش كل واحد فينا جاله ضربات قلب سريعه وحس ان هو مخنوق ومش عارف ياخد نفسه والدنيا كانها بتروح منه وروحه بتطلع معناها ان عنده ازمه قلبيه. في حاله نفسيه بتحصل للناس اللي هم نقدر نقول حساسين شويه، بيتاثروا بالاعراض الاحداث اللي حواليهم، وهي نوبه هلع. مريت بان واحد من صحابك جاله نوبه هلع؟ شفتي صاحبتك وهي عندها نوبه هلع؟ نوبه الهلع من اسمها نوبه معناها انها بتيجي فجاه تمشي فجاه. أعراض جسمانية وأعراض ذهنية. الجسمانية ضربات قلب، نهجان، وجع في البطن، إحساس إن أنا عايزة أخش الحمام، إحساس إن أنا كل أطرافي منملة، إحساس إن أنا جسمي كله بيترعش بيتنفض. معاها إحساس ذهني من هموت دلوقتي، أنا هيجرالي حاجة وحشة دلوقتي، أنا لازم أتلحق، أنا لازم حالا تتصرفوا في اللي أنا فيه ده. كل الأحاسيس دي لما تتركز وتيجي فجأة بتخض الشخص خضة جامدة، ومع الخضة بتزداد ضربات قلبنا، ومع الخضة بيزداد نفسنا واحساسنا بان في حاجه غلط هتحصل، انا هموت. تاخد لها ثواني، وده لان جهازنا الفسيولوجي ما يستحملش انها تقعد كتير، لكن ما بتختفيش فجاه ونرجع للحاله الطبيعيه. نقعد شويه شويه تختفي، واحنا في الفتره دي كلها قلقانين ومتوجسين. اكتر وقت بتحصل فيه واحنا داخلين ننام، لكن ممكن تحصل بالنهار، ممكن تحصل في وسط ما احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، ممكن تحصل وانا سايق في المشوار اللي بروحه كل يوم. احساسها سخيف وهي بتحصل، وبتسيب وراها اللي بنسميه القلق التوقعي anticipated anxiety. اتمنى اكون ترجمتها صح، بس انا بالنسبه لي العيان بيبقى قاعد عامل ايه؟ انا خايف تجيلي تاني، فممكن ابقى مش هخرج، ممكن مش هروح الحته اللي جات لي فيها، ممكن ابقى متوجس انه انا على طول قلقان. ومع القلق ده يبتدي يبقى الشخص حاسس ان هو على طول مجهد، على طول تعبان، على طول مرهق.